الساعة كانت 11 الصبح يوم 9 أكتوبر سنة 1967 في قرية صغيرة في بوليفيا اسمها لا هيجويرا. كان في حظيرة قديمة متربة ومليانة صدى، واقف فيها راجل دمه بينزف، هدومه مقطعة ورجليه مربوطة بحبل، بس عينيه واقف بيهم زي الجبل. اسمه إرنستو تشي جيفارا، الراجل اللي أرعب الإمبريالية ودوخ المخابرات ودور على العدل في أماكن الناس ما كانتش بتفكر تروحها. الجندي اللي جاي يقتله شاب صغير واقف مرعوب، ايده بتترعش وبيسأله: عندك كلام أخير؟ فتشي وهو قاعد على الأرض بصله وقال كلمته اللي التاريخ سجلها: اضرب يا جبان، انت هتقتل راجل. بس عشان نوصل للحظة دي لازم نرجع سنين لورا ونبدأ من أول ما الحكاية كلها اتكتبت. في سنة 1928 في مدينة روزاريو في الأرجنتين اتولد طفل اسمه إرنستو جيفارا دي لا سيرنا، وكان أول حاجة قابلها في حياته المرض. من هو عنده سنتين بدأ يعاني من نوبات ربو شديدة، النفس كان بيتقطع والصدر بيتشنج والأم بتجري بيه من دكتور للتاني. بس في وسط الوجع ده كان في حاجة غريبة. البيت اللي اتربى فيه مليان كتب من الفلسفة اليونانية لأدب أمريكا اللاتينية، والأم سيليا كانت ست قارئة ناهمة ومثقفة بتناقشه في حاجات ناس في سنه ما كانتش تفهمها أصلا. ما كانش بيحب المدرسة قوي بس كان بيقرأ أكتر من أي حد، وكان بيقول في مذكراته عن الفترة دي: كنت كل مرة أنام أقول لنفسي هل بكرة هصحى قادر أتنفس ولا لأ. لكن المرض ده بدل ما يكسره علمه الصبر وغذى جواه الرغبة في فهم العالم. وفي مراهقته بدأ يقرأ في الاشتراكية، في الاقتصاد، في السياسة. ما كانش متدين لكنه كان إنساني جدا. سنة 1952 وهو عنده 23 سنة قرر الطبيب إرنستو تشي جيفارا يركب موتوسيكل اسمه لابودوسا مع صاحبه ألبرتو جرانادو ويسافروا عبر أمريكا اللاتينية من الأرجنتين لحد فنزويلا. رحلة مش عشان الفسحة لكن عشان يعرف الحقيقة ويشوفها بعينيه. الرحلة بدأت من بوينس آيرس، ماشيين بالموتوسيكل من على جبال الإنديز وسط طرق ترابية الهوا فيها ناشف والبرد بيلسع، بس جوه تشي كان في نار بتشتعل. هو وصاحبه ألبرتو بدأوا الرحلة بداية استكشاف، لكن اللي شافوه خلى كل حاجة تتقلب جواهم. في جنوب تشيلي اتقابلوا مع راجل ومراته مشردين نايمين جنب بعض على بطانية خفيفة. الراجل كان عامل مناجم سابق اتطرد لأنه كان بينتمي لحزب يساري. قعدوا معاهم سمعوا منهم، وتشي كتب بعدها: جلسنا نستمع لهؤلاء المنبوذين من النظام فشعرت أني أعيش في واقع آخر، واقع الناس المنسيين. وفي بيرو ركب قارب صغير عبر نهر الأمازون عشان يوصل لمستعمرة مرضى الجذام. الأطباء هناك كانوا بيتعاملوا مع المرضى من ورا قفازات، لكن جيفارا كان بياكل معاهم وبينام في نفس عنابرهم. وكتب: هم لم يكونوا مرضى بل بشر محرومين من اللمسة. ومن المشاهد اللي كسرته في كولومبيا لما شاف قرى كاملة مش واصل لها لا مدارس ولا علاج، وقابل أطفال لابسين هدوم ممزقة، وقابل أم قالت له: أنا معرفش الحكومة، أنا أعرف الجوع. سجل ده جيفارا وقال: هناك وجوه سمراء على أرصفة المدن، كل ما فيها يصرخ لماذا نحن منسيون. الرحلة دي خلت تشي جيفارا يغير تعريفه للعلاج. ما بقاش شايف إن الحقنة أو الدواء كفاية، كان شايف إن المشكلة أكبر من المرض وإن العلاج هو الثورة. سنة 1955 تشي جيفارا بيوصل للمكسيك متأثر بكل اللي شافه، قاعد بيفكر ايه الخطوة اللي جاية، لحد ما اتعرف على راجل اسمه فيدل كاسترو، محامي سياسي ولسه طالع من سجن في كوبا بعد محاولة انقلاب فاشلة على الدكتاتور باتيستا. اللقاء ما كانش عادي، كان بين شخصين شايفين العالم بنفس الزاوية. كاسترو كان عنده الخطة وجيفارا كان عنده النية والإيمان. تشي كتب بعدها: كاسترو أسرني من أول اللقاء، رأيت فيه قائد لا يحلم بالسلطة لكن بالحياة للناس. ما عداش شهور واتشكيت مجموعة من الثوار في المنفى، وكانوا بيخططوا يسافروا في السر لكوبا عشان يشعلوا ثورة. وفي نوفمبر سنة 1956 ركبوا مركب صغير اسمه جرانما، وعددهم ما كملش 82 شخص متسلحين ببنادق قديمة ومستعدين يواجهوا جيش كامل. وجيفارا كان من ضمنهم، مش كطبيب بس لكن كمقاتل كمان. الرحلة دي كانت بداية الحرب، وحرب الجبال لسه جاية. كانوا 82 راجل نزلوا على سواحل كوبا، لكن أول كمين للجيش الكوبي صفها أكتر من نصهم والباقي هيربوا على الجبل. في وسط الجبال الكوبية في منطقة اسمها سييرا مايسترا بدأت قصة جديدة، قصة ثورة وقيادة مش من ضابط جيش لكن من طبيب اسمه تشي، الراجل اللي كان بيشيل بندقيته بإيده بالإيد التانية بيضم جراح رفاقه. كان الكل بينادي عليه لما يحصل حاجة عشان كان أكتر واحد حافظ الطريق وأكتر واحد حافظ وجع الناس. في مذكراته قال: لم أعد مجرد طبيب وسط المعركة
بل أصبحت مسؤولا عن أرواح الناس حتى لو كان مصيري أن أفقد حياتي. الجيش الكوبي كان مسلح ومخطط، بس الثوار كان عندهم الأرض وعندهم تشي، وكان معروف إنه بيشارك في كل غارة وبيتحرك قبل الكل وبيبات من غير أكل مع الجنود. وفي معركة لاس مرسيدس أصيب في ركبته لكنه رفض ينسحب وفضل يقاتل وهو بيعرج. رفاقه كانوا بيقولوا إنه كان بيسبقهم دايما، ولو اتأخر كانوا بيبقوا عارفين إن في حد وقع وهو بيساعده. ومع الوقت قادة الثورة كلهم اعترفوا إن تشي ما كانش بس قائد، كان الرمز اللي الكل بيحتمي فيه في لحظة الرعب. وفي ديسمبر سنة 1958 قاد جيفارا واحدة من أهم المعارك في الثورة، معركة سانتا كلارا، اللي سيطر فيها على المدينة بالكامل، وكانت هي الضربة اللي خلت باتيستا يهرب. وبكده الثورة انتصرت وكوبا اتولدت من جديد. بس الراجل اللي شارك في ولادتها مرتاحش وما قعدش في القصر. تشي جيفارا ما كانش بتاع كده. بعد انتصار الثورة في كوبا والدنيا كلها بتتكلم عن جيفارا، كان ممكن يختار أي منصب، يعيش ملك، يستمتع بشهرة، يتحول لأسطورة قاعدة في مكتب فخم. لكن جيفارا اختار أصعب حاجة، يتعين وزير للصناعة. كان بيصحى من 5 الفجر يروح المصانع يتكلم مع العمال ويشتغل معاهم بإيديه. في مرة ساب الحراس وراح مصنع بنفسه، قعد يركب مع العمال المكن، وكان شايف إن الإدارة مش أرقام، الإدارة هي فهم الناس اللي شغالين تحت إيديك. وكان بيقول في خطاباته: لا يصنع الثورة من يجلسون في المكاتب، بل من يقفون في صفوف الإنتاج. وكان بيقود حملات لمحو الأمية، وبيتكلم في الإذاعة عن العدالة الاجتماعية، وبيشتغل يوم الجمعة بنفسه في المزارع وبيسميها الجمعة التطوعية. وده خلى شعبيته تزيد، بس في نفس الوقت بدأ يصطدم بالبيروقراطية، وبدأ يحس إن الثورة وقفت وإن في ناس دخلت الحكم لكن نسيت الناس. الثورة ليست كرامات ولا شعارات، بل تحدي دائم ضد الفساد والخمول. تشي جيفارا كان شايف دايما كده وكان بيقول كده. ولما السياسة بقت أوراق أكتر من أفعال والخطط الاقتصادية بقت جداول بدل الحياة، قرر يسأل نفسه سؤال: هل أنا مكاني هنا؟ ولا في حتة في العالم لسه محتاجة اللي في قلبي؟ ومن هنا ابتدت الرحلة التانية. سنة 1965 فجأة اختفى. تشي جيفارا ما بقاش يظهر في التلفزيون ولا في الإذاعة ولا حتى في المزارع في أيام الجمعة. الناس ابتدت تسأل راح فين، والحكومة بتقول إنه في مهمة سرية. لكن اللي حصل إنه كتب رسالة وداع وسابها مع فيدل كاسترو تتقري في الوقت المناسب. وبعد شهور من الغياب كاسترو طلع في خطاب قدام آلاف الكوبيين وفتح الرسالة بصوته وقال: أشعر أني أتممت واجبي نحو الثورة الكوبية، لكني أؤمن أن هناك معارك أخرى في أماكن أخرى، لذلك أودعكم. الرسالة دي كانت زي الطلة، جت فجأة وسابت وجع كبير، بس محدش لام تشي جيفارا لأنه ما كانش بيمشي إلا ورا الواجب. تشي جيفارا كان كاتب في مذكراته: أنا لا أبحث عن الراحة، أنا أبحث عن العدالة. ساب وراه ولاده ومراته وكوبا كلها عشان يروح يدور على ثورة جديدة في مكان جديد مع ناس تانية بس بنفس القلب ونفس الحلم. بعد ما ساب كوبا تشي راح على أفريقيا، على بلد كانت بتغلي من جوه، الكونغو. الحرب كانت شغالة، الناس بتموت والجيش الشعبي بيواجه ميليشيات مدعومة من الاستعمار البلجيكي، وكان عندهم أمل إن وجود جيفارا يقلب الموازين. بس أول ما وصل اصطدم بالحقيقة. المقاتلين هناك مش منضبطين، بيضربوا النار بشكل عشوائي وما عندهمش خطة ومفيش قيادة حقيقية. كان يصحى الصبح يلاقي الجنود سابوا مواقعهم عشان يناموا تحت الشجر ويتحركوا من غير هدف، وبعضهم كان ياخد السلاح ويبيعه. تشي جيفارا قال: كنت أحارب في ظلام دامس، أحيانا لم أعرف من عدوي ومن معي. قعد هناك 7 شهور، عي وخس واتصابت روحه قبل جسمه. تشي جيفارا اللي كان دايما قائد حس إنه عاجز، وقال: تعلمت في الكونغو أن الثورة لا تأتي بالحماس فقط، بل تحتاج بنية ووعي وتنظيم أكثر مما توقعت. في الآخر انسحب في صمت، ما اعلنش فشل لكن كان واضح إنه موجوع. رجع من الكونغو مش منتصر لكن فاهم أكتر. الراجل اللي كان شايف العالم أبيض وأسود بدأ يشوف درجات الرمادي. بعد ما خرج من الكونغو اختفى تشي سنة كاملة، محدش يعرف مكانه إلا القادة في كوبا. وفي سنة 1966 ظهر فجأة في بوليفيا متنكر بشنب صغير وباسم المستعار رامون. كان شايف ان بوليفيا ممكن تبقى نقطة اشتعال لثورة تمتد في كل امريكا اللاتينية. بدأ يدرب مقاتلين من الفلاحين ويبني قواعد للتموين ويكتب ملاحظاته في دفتر صغير اللي اتسمى بعد كده يوميات بوليفيا او ذا بوليفيان دياري. كتب فيها: لسنا جيشا، نحن فكرة تمشي في الغابة، نحمل على اكتافنا حلم الملايين، وقد نموت لكن الفكرة لن تموت. لكن الواقع كان اصعب من الحلم. الفلاحين نفسهم ما كانوش واثقين فيه، ما قدروش يفهموا لغته، وكانوا مرعوبين من بطش الجيش، فبدل ما يساعدوه بقوا يبلغوا عنه، وامريكا دخلت بكل تقلها.
المخابرات المركزية بعتت عملاء لتتبع كل تحركاته، وبالتعاون مع الجيش البوليفي بدأ الحصار. في واحدة من آخر معاركه اتصاب تشيف رجله واتحبس جوه وادي ضيق، والجنود قفلوا عليه كل الطرق، وفي 8 أكتوبر سنة 1967 اتقبض عليه. اتحبس في حظيرة صغيرة في قرية لاهجويرة، قعد هناك ليلة كاملة مش عارف مصيره، لكن كان عارف إن الرسالة وصلت، وكتب في آخر سطر في دفتره: أتممت رحلتي وأدركت أن النهاية ليست اختيار لكنها جزء من الحكاية. تاني يوم دخل عليه جندي شاب اسمه ماريو تيران، كان بيترعش بس شايل أمر مباشر من المخابرات: اقتله وما تخليش حد يتصور معاه حي. وتشي بصله وقال: اضرب، انت هتقتل راجل. بعد ما ضربوه برصاص في الحظيرة، نقلوا جثته وحطوها على لوح خشب، وجابوا مصور يصوره عشان يثبت انه مات. لكن الصورة ما اثبتتش موته، الصورة ولدت أسطورة: العيون المفتوحة، اللحية، الهدوء على وشه، كأن الراجل ده مش مقتول، كأن الراجل نايم مستني يصحى لما الظلم يزيد تاني. بعدها دفنوه في السر من غير شاهد، من غير جنازة، وسنين طويلة محدش عرف جثته فين، لكن صورته بقت على الحيطان في الأرجنتين، في كوبا، في فلسطين، في الجامعات، في السجون، في المظاهرات، ومحدش كان بيهتف عدالة إلا وكان وش شفارة في وشه، وكأن الراجل بقى علامة على الحلم اللي صعب يتحقق بس ما ينفعش نبطل نحلم بيه. شيف آخر خطاباته كان بيقول: قد يقطعون الزهرة لكنهم أبدا لن يمنعوا الربيع من القدوم. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.